السلام عليكم. الأهلي بيتعادل بالعناية الإلهية مع سيراميكا 1-1، وبيدي فرصة للزمالك إنه يرجع تاني في الصدارة. لما نشوف بكرة ايه اللي هيحصل مع ميدو أول ماتش ليه مع الإسماعيلي، الله ما ياكلش قدامنا عيش، ولا الزمالك يسيب التلات نقط لولاد العم عشان في المركز الأخير. ربنا يستر ونكسب. كهربا عقوبته اتجددت، مش هيلعب كورة، يعني في طريقه للاعتزال كده. النادي الأهلي تقريبا ضيع مستقبل كهربا. النادي الأهلي تقريبا ضيع مستقبل كهربا بعد ما كان نجم. بيلعب في المنتخب، بيلعب في النادي، لما كان بيطلع إعارة بياخد فلوس كويسة. عربيات. ما أنا مش عارف ليه كهربا عمل كده، حاجة غريبة جدا يعني. شيطان وسوس له، خلاه يدمر مستقبله بإيده، وكلهم استغنوا عنه يعني. والصفحات بتاعت الأهلي عمالين يقولوا مرتضى منصور رافض التقسيط، مرتضى منصور رافض التقسيط. مرتضى منصور طلع في التلفزيون بكل وضوح وقال أنا هقسط الغرامة في حالة إن كهربا يقول لي مين اللي ساعده على الهروب. وشوبير بيدافع هيقول لك لا، ده كهربا ماشي من الزمالك، مش هربان، ده رايح البرتغال وراح مش عارف فين. ناس بتدافع عن الباطل وبتدلس، يعني حاجة غريبة يعني. اما بالنسبه لكولر مدرب الاهلي، كل ماتش يقول لك شوفوا جمهور الزمالك تعالوا الماتشات، والاهلي عايز ينقل اللي قعدوا يقول لك استاد الاهلي استاد الاهلي استاد الاهلي. دلوقتي بيقول لك احتمال شوبير يقول لك احتمال الاهلي ينقل ماتشاته لاستاد القاهره علشان استاد السلام بعيد، اللي هو اصلا في منطقه سكنيه اللي جنب كل الناس بقى بعيد، وعايز ينقل في استاد القاهره. ومدرب الاهلي عايزين الجمهور يجي زي جمهور الزمالك، فهنشوف بكره. ربنا يوفق الزمالك ان شاء الله وما يجيب لناش جلطة. يا ريت تدعموني بلايك واشتراك. والسلام عليكم.